السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن نظام بطولة كأس العالم 2026 والقوانين اللي اتغيرت والتغييرات الجذرية اللي حصلت من انفانتينو رئيس الفيفا. وهنتحدث برضو وهنقول التغييرات ديت يعني جيدة ومناسبة لكأس العالم وهتحسنه ولا هتخليه أسوأ ويبقى ممل ومش هيعجب الناس. فمش هطول عليكم من اكتر من كده في المقدمة، وهنخش على طول في التسع قوانين اللي لازم تركز فيهم جدا جدا وانا بقولهم، لان التسع قوانين دول هيفرقوا جدا في كاس العالم من رأيي. نبدأ بأول قانون. طبعا انا هتكلم يعني هما تسع قوانين، هجيب لك تلاتة في تلاتة في تلاتة عشان الصورة، عشان هما محطوطين كلهم في صورة واحدة والصورة كبيرة فمش هتعرف تقرأ معايا. يلا نبدأ مع بعض قراءة. أول قانون: حارس المرمى وقاعدة التمن ثواني. يعني ايه قاعدة التمن ثواني لحارس المرمى؟ يعني انا دلوقتي فريقي ايه كسبان، فالكورة الفريق الخصم شاطها على الحارس، الكورة مثلا ضعيفة او الحارس مسكها، في العموم الحارس مسك الكورة ونام على الارض، او مش شرط ينام على الارض ويمسكها، بس هو مسكها وبيضيع وقت. فلو بقى الحارس عمل كده هيحصل ايه؟ إذا أمسك الحارس الكرة بيده لأكثر من 8 ثواني سيقوم الحكم بعد تنازلي لآخر 5 ثواني بإشارة واضحة. إذا تجاوز ال8 ثواني بتتحسب ركلة ركنية للفريق المنافس. الهدف من القانون دوت هو منع إهدار الوقت. طب يعني إيه يعني بيعمل عد تنازلي لآخر 5 ثواني؟ يعني هما 8 ثواني مع الحارس إنه يفضل ماسك الكورة، بيعد 1 2 3، بيبقى فاضل كده كام؟ بيبقى فاضل 5 ثواني. ال5 ثواني الاخرين دول بقى بيعدهم له ايه؟ بعد تنازلي وبايده كده مثلا بقى، او معرفش يعني هيبقى عاملها له بالصوت ولا هيبانها ازاي. هيبقى بايده بيعمل له 5 4 3 2 1. طب لو الحارس بقى طول اكتر من 8 ثواني خلاص هتتحسب كده ركله ركنيه للفريق المنافس. واول قانون عجبني الصراحه، مش بيمنع انك تضيع وقت، وده هيفيد وهيزود من متعتنا للفرجة في كاس العالم. التعامل مع الحكم الكابتن فقط. يعني مين اللي يتعامل مع الحكم؟ مين اللي يتعامل مع اللي واقف بيحكم؟ اللعيبة كلها ولا الكابتن بس؟ لا، الكابتن بتاع كل فريق بس. يسمح فقط لقائد الفريق بالتحدث مع الحكم في القرارات المهمة. اي لاعب اخر يتدخل بطريقة غير مسموح بيها ممكن ياخد انذار. يعني لو لعيب غير الكابتن دخل يعترض على القرار ممكن ياخد انذار، ولو قل ادبه ممكن توصل لطرد. الهدف من القانون التاني دوت هو تقليل الاعتراضات واحترام قرارات الحكم. وبرضو ده يعني هو قانون يمشي، هو مش عاجبني قوي ولا وحش قوي، لان هو ما في الملعب ما بيقدرش يمسكوا نفسهم ان هو ما يعترضوش على الكورة، فلا يعني الكابتن بس هو اللي هيعترض، اللعيبه التانية مش هتقدر تمسك نفسها، هيبقوا بيتكلموا برضو هيروحوا يعترضوا ممكن ياخدوا انذار، فممكن نشوف حالات طرد كتير في المباراة. نروح للقانون الثالث: تعديلات تقنية الفيديو. القانون ده بقى بيقولك اللي هو تبع الفار يعني. القانون ده بيقولك توسيع صلاحيات الفار لتشمل النقط اللي هقولك عليها دلوقتي دي: مراجعة أخطاء الهوية، مراجعة حالات الإنذار التاني اللي ممكن يوصل لطرد، مراجعة بعض الأخطاء التحكيمية الواضحة اللي بتأثر على سير المباراة، على الماتش يعني. طب الهدف من القانون دوت هو تحقيق المزيد من العدالة وتقليل الأخطاء المؤثرة، وده حلو. حلو يعني قانون حلو جدا انك توسع صلاحيات الفار، اللي هو يعني يشوف الاخطاء الهوية والحالات الانذار، لان ساعات بيبقى ما بيرجعوش للفار، فدي حاجة حلوة، دي حاجة كويسة وقانون احييه الصراحة. نخش بقى على التلاتة التانيين، ولسه في 6 قوانين كمان. هنخش على التلاتة التانيين زي ما قلنا، 3 3 3. تعال بقى نخش على التلاتة التانيين. نخش بقى على القانون الرابع: الرميات الجانبية، الاوتات يعني، ومنع اهدار الوقت. القانون ده بيقولك لو اتأخر اللاعب
في تنفيذ الرمية الجانبية، يمكن للحكم يعد عد تنازلي لمدة 5 ثواني. إذا استمر التأخير وفضل أكتر من 5 ثواني تروح الأوت للفريق المنافس. الهدف بقى من القانون الرابع هو تسريع استئناف اللعب ومنع إهدار الوقت. حتى الآن هو معظم القوانين منع عشان يمنعوا تضييع الوقت، وقوانين كويسة. يعني بدل ما اللاعب ياخد الكرة ويقعد يستعبط بقى ويفضل ماسك فيها كتير ويضيع له بتاع 10 15 ثانية، لا، هو اخرك 5 ثواني. هتقعد تضيع وقت على طول هتروح الاوت هيروح للخصم. طيب، القانون الخامس ضربات المرمى ومنع اهدار الوقت، ودي اكتر حاجة بيضيع فيها الوقت، هي ضربات المرمى. بيقولك إذا تأخر الحارس في تنفيذ ضربة المرمى يمكن للحكم يعد عد تنازلي لمدة 5 ثواني. إذا استمر الحارس في التأخير، يعني تمنح ضربة مرمى للفريق المنافس من الطرف المقابل. يعني مش بتبقى ضربة ركنية بقى زي القانون الأولاني، لأ، بتروح ضربة مرمى للفريق الخصم، الكرة بتروح له هناك وتبقى ضربة مرمى. الهدف بقى من القانون ده برضو نفس الكلام، منع إضاعة الوقت في ضربات المرمى. معظم القوانين 90% منهم عن تضييع الوقت. نخش في القانون السادس، سرعة خروج اللاعب المستبدل. في القانون السادس بيقولك يجب على اللاعب المستبدل مغادرة أرض الملعب بسرعة من أقرب نقطة، يعني خط التماس او خط المرمى. التأخير المتعمد ان هو يقعد يتمشى بقى ويمشي بالراحة وعلى قشر بيضة كده بالمصري. التأخير المتعمد يؤدي الى انذار اللاعب او تأخير دخول البديل. يعني ايه تأخير دخول البديل؟ يعني انت لو اللعيب اللي هتتبدل قعدت تطول بتاع 10 ثواني او اكتر، هتعطل دخول البديل اللي نازل مكانك. يعني انت كمان مش انت ضيعت وقت اهو، بس هتخلي فريقك يلعب بتاع دقيقة ولا دقيقتين، لان القانون ده بيقول لك بقى هيعطل دخول البديل. يعني البديل هيفضل قاعد دقيقة ولا دقيقتين بره عقاب عشان اللاعب اتأخر في انه يطلع من المباراة. فانت كده هتخلي فرقتك تقعد دقيقة او دقيقتين بره الملعب ب10 لعيبة بيلعبوا، قصدي ب10 لعيبة. فساعتها يعني ممكن في الدقيقة ولا الدقيقتين دول يجي جون وتبقى انت السبب اصلا في الجون ده ويجي عليك اللوم. فالهدف بقى من القانون السادس منع إهدار الوقت أثناء التبديلات، وهو قانون حلو برضو. وكل القوانين ديت والله يعني قوانين إيجابية ناحية كأس العالم، وشكلنا هنشوف كأس عالم من طراز عالي وكأس عالم كبير. نخش على آخر 3 قوانين ونبدأ بالقانون السابع، لمس الكرة باليد. يعني الهاندبول، يعني لمسة الإيد، الهندس. يعني توضيحات جديدة: يتم احتساب لمسة الإيد فقط إذا زادت مساحة الجسم بشكل غير طبيعي، يعني بعدت عن جسمك بشكل كبير. تؤخذ في الاعتبار حركة اليد، موضعها ومدى قربها من الجسم. إذا لمس الكرة من مسافة قريبة جدا والدراع في وضع طبيعي ما بتتحسبش مخالفة. الهدف بقى من القانون تطبيق اكتر عدالة في قرارات الهاندبول الهندس، لان بتبقى عاملة جدل، ودي بطولة زي كاس العالم ما ينفعش يبقى في قرارات فيها غلط، لان دي بطولة بتيجي كل 4 سنين. ف يعني قرار كويس وحلو وحاجة جديدة غير موضوع تضييع الوقت، فالقرار كويس. نخش على القرار الثامن، اسقاط الكرة دروب بول. اللي هي يعني الإسقاط. تعديلات وتوضيحات في القانون الثامن: إذا توقفت المباراة ولم يكن هناك مخالفة من أي فريق أو لمسة إيد أو سبب واضح يتم إسقاط الكرة. تسقط الكرة للاعب من الفريق الذي كان يستحوذ عليها أو كان الأقرب لها وقت التوقف. في مكان حدوث التوقف لا يمكن تسجيل هدف مباشر من إسقاط الكرة. الهدف من القانون الثامن ده هو
توحيد تطبيق اسقاط الكرة وتحديد مكانها بدقة. يعني هو قانون زي دوت مش هيفيد قوي، بس يعني حاجة كويسة برضو ان هو مهتم بأبسط التفاصيل. ندخل على القانون التاسع واخر قانون في القوانين دي كلها: إدارة الوقت الضائع وسلوك اللاعبين مع الحكم. سيتم احتساب كل الوقت الفعلي المهدور بسبب الإصابات أو التبديلات أو الاحتفالات أو إهدار الوقت إلخ. الحكام سيعلنون الوقت الضايع بشكل أوضح للجماهير، يعني هيوضح لك على الشاشة الوقت اللي بيضيع قد إيه. هيفتح تايم أول ما إيه ما الوقت ما يبقى في أي يعني إن شاء الله 10 ثواني بيضيعوا، هيفتح لهم تايم عشان يحسب الوقت الضايع بالظبط ويضيفوا في آخر المباراة. ماشي. وتشديد العقوبات على السلوك غير الرياضي مثل التمثيل أو إضاعة الوقت أو الاعتراض الجماعي. فالهدف بقى من القانون التاسع هو ان المباريات تبقى اكتر نزاهة وانسيابية، وكل مباراة تبقى واخدة حقها. وعايزين بقى عشان قبل ما نخلص الفيديو ده نقول لك كل القوانين التاسعة دول فايدتهم ايه بقى، وانا جبت مصدرهم منين والكلام ده، عشان احنا دايما لازم نعرفك مصدرنا وكل حاجة. هقول لك مصدري على كل القوانين ديت جبته منين. تطبيق هذا القوانين هو مكتوب قدامك تحت اهو باللون الكحلي، مكتوب قدامك: تم اعتماد هذه التعديلات من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FAB، وتبدأ تطبيقها في جميع المسابقات الرسمية اعتبارا من موسم 2026، وأول بطولة هتشمل التطبيق القوانين ديت هي 2026 كأس العالم. طب ايه الأهداف من التعديلات ديت وكل القوانين التسعة دي؟ أهدافهم ايه طيب؟ وعملوهم ليه ولا عشان ايه؟ عملوهم عشان 6 أو 5 حاجات. عشان 5 حاجات: عشان تقليل إهدار الوقت، مكتوب قدامك تحت برضو بالكحلي على الشمال: تقليل إهدار الوقت، وتحسين سلوك اللاعبين، وزيادة العدل أو العدالة في المباريات، واستئناف اللعب، ومباريات أكتر، وإثارة وتشويق، ومباريات يعني أكتر، ومباريات حلوة. بس كده مش هطول عليك، وشرحت لك ال9 قوانين. ويا ريت ما تنساش تعمل لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.